العباسيه. اتفضلي مدام شيرين. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. من فضلك انت عماله تتكلمي، المفروض تبقوا حياتيين شويه. انت شايفه الوضع، انت بتتكلمي من المكتب ولا من الاستوديو اللي انتوا قاعدين فيه، ومش قاعدين شايفين العذاب اللي في المنطقه، مش شايفين ان في ناس بتموت. احنا من شارع عباد الانصاري، احنا جيراننا ماتوا، احنا شباب مالهاش اي ذنب في اي حاجه، ماتوا مرميين في دار الشفا. طب مدام شيرين امتى الاشتباكات دي بدات؟ تقول ان اللي بيموتوا بس من المعتصمين. طيب مدام شيرين، انت بتدافعي عن اللي بتقبضي منهم، بتدافعي عشان انت مش فاهمه حاجه. طب مدام شيرين فهمينا، حضرتك احكي لنا اللي انت شفتيه. اتفضلي احكي لنا اللي انت شفتيه من امبارح بالليل. انت قاعده بتتكلمي من التكييف اللي انت قاعده فيه. احنا مش قاعدين في تكييف ولا حاجه مدام شيرين. طب اتفضلي قولي لنا انت شفتي ايه. المعتصمين دول منهم لله، منهم لله موتوا شبابنا من غير فهم. انت بتقولي سلميين ايه؟ احنا بقالنا في المرار ده 3 ايام ومحدش داري بينا. الشباب عماله تموت. طب مدام شيرين حضرتك من اهالي العباسيه، ممكن طب تهدي وتقولي لنا حضرتك شفتي ايه؟ اهالي العباسيه مين؟ احنا عيالنا خلاص اتعقدوا. طب حضرتك ممكن تهدي تحكي لنا ايه اللي حصل، ايه اللي انت شفتيه؟ احنا مهم بالنسبه لنا تقولي لنا ايه اللي حصل. اتفضلي. شبابنا ماتوا. ولد عنده 25 سنه من المنطقه النهارده اتضرب في دماغه. ده امتى يا فندم؟ امتى يا مدام شيرين؟ اتضرب بعد الفجر وقت الاشتباكات ما حصلت. كل ذنبه اللي عمله انه راحوا قدام الاسم علشان يطالبوا اي حد من الداخليه يجي يحمي الاهالي. بيدخلوا علينا الشوارع بالرايات وبالله اكبر وبيضربونا في البلكونات من فوق. الاهالي اللي في بيوتها اللي مالهاش ذنب، وتقولي لي سلميين. طيب مدام شيرين انتوا بتتكلموا من مكانكم ومش شايفين حاجه. طيب مدام شيرين، مش شايفين المرار اللي احنا فيه بقالنا 3 ايام. طيب ده اللي حصل. طب ده اللي حصل لحد من الناس اللي انت تعرفيهم. كميه السلاح دي جايه منين؟ الآلي اللي معاهم ده جاي منين؟ طيب مدام شيرين انتوا ما طلبتوش تامين من العباسيه هم اللي شايفين بعينيهم. طيب المعتصمين دي احنا اللي رحنا جبناهم وقلنا لهم اعتصموا. بيعتصموا ليه واحنا في خلال شهر هيبقى عندنا رئيس؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي عايز يخرب البلد؟ طب مدام شيرين، طب حضرتك دلوقتي وخدي الكاميرا من القناه اللي انت فيها. مين اللي خلى الطريق الفاصل اللي ما بين اللي فاصل ما بين الاتجاهين عند جامعه عين شمس؟ احنا شفنا بعينينا، انت بتسمعي لكن احنا بنشوف بعينينا. طب يا مدام شيرين احنا بنحترم مدام شيرين. بيقولوا الله اكبر. طيب مدام شيرين حضرتك متعصبه، انا عايزه اسمع منك تحكي لنا تفاصيل اكتر، يعني مهم بالنسبه لنا تحكي لنا تفاصيل. كلمه حق بتتقال. اتفضلي قولي كل اللي انت عايزاه. بيتكلموا لصالح المعتصمين بس. اتفضلي يا فندم. لا ناس كتير زي حضرتك اتصلوا، ليكي كل الحريه مدام شيرين، ليكي كل الحريه. اتفضلي. لا ما بعرفش. اتفضلي اهو. اتفضلي يا فندم. حازم ابو اسماعيل ده منه لله واللي وراه منهم لله، لان لو ما كانش قالها تولع وحشد الناس بالمنظر ده والشباب، وهو كان السبب في مجلس الوزراء، وهو اللي نزل الشباب ماتوا وخلع هو. فين حازم زفت منه لله ما لجأش للقضاء ليه؟ علشان يرجع نفسه الانتخابات. الشباب اللي بتموت دي في رقبته، دمهم في رقبته، بحق الأذان ده ربنا ينتقم منه ويذله زي ما عمل فينا. طيب مدام شيرين، دم الشباب دي كلها في رقبته. طيب حضرتك كأننا احنا كفره، اهالي العباسيه كانهم كفره وداخلين على الرايات كانهم بيعملوا فتوحات اسلاميه، بيضربونا في البلكونات. الناس تعمل ايه؟ الناس معاها السلاح، الناس اللي في بيوتها لو في بلطجيه زي ما انتم بتقولوا ما يلموهم. ان اهالي ذنبهم ايه؟ بيدخلوا على الشوارع الجانبيه ليه؟ بقالنا 3 ايام وانتوا لسه فاكرين ان احنا بنموت النهارده. بقالنا 3 ايام ما حدش في الاعلام ده كتير عن اللي بيجرى لنا. طب مدام شيرين اسمحي لنا ناخد خبر عاجل. مدام شيرين خليكي معانا. مدام شيرين احنا هناخد خبر عاجل. مصدر عسكري يصرح بان قوات المنطقه المركزيه العسكريه تتحرك الان لفض الاشتباك في العباسيه. هرجع لك تاني مدام شيرين. مدام شيرين انتوا ليه ما طلبتوش مثلا تامين الاسم؟ ليه ما اتحركتوش؟ خليكم حياديين واتقوا الله شويه في دينكم، اتقوا الله. بيشتكوا الناس اللي انتوا بتقبضوا منهم. خلصت كده؟ اوكي.